ذكرت مصادر إعلامية متفرقة أن اتحاد العاصمة متهم بسرقة معدات فاخرة وثمينة من الفندق الذي أقامت فيه بعثة النادي تمهيدا لمواجهة نهضة بركان في إياب دور نصف النهائي الذي انتهى بفوز الأخير ب3 أهداف ل0. وحسب المصادر فالسرقة همت بعض معدات الأفرشة واللوحات التشكيلية الباهظ الثمن، مما يشكل فضيحة يجب أن يتدخل فيها الاتحاد الإفريقي الكاف وتسليط العقوبات الممكنة على النادي. ويعتزم فندق إقامة اتحاد العاصمة بالمغرب رفع دعوى قضائية ضد اتحاد العاصمة جراء ما حدث من سرقة لمعدات الأفرشة. يذكر أن عدد من اللاعبين في اتحاد العاصمة الجزائري وضعوا أنفسهم في موقف محرج خلال إقامتهم بفندق فخم بالسعيدية، حيث احتجوا على عدم وجود الماء بالفنادق أو بالفندق قبل أن تتدخل الإدارة لمعرفة السبب، ليتبين أن اللاعبين فقط لم يحسنوا استخدام الصنابير ذات الجودة العالية.